الأخوان إبراهيم وخالد البكراوي هما المسؤولان عن الثلاثاء الأسود الذي عاشته العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا ما أفضت إليه التحقيقات التي أعقبت التفجيرين اللذين استهدفا مطار زافنتام ومترو مالبيك وسط المدينة في فترة زمنية متقاربة، ما أسفر عن 31 قتيلا و270 جريحا. الرجل في وسط الصورة هو إبراهيم البكراوي الذي فجر نفسه في مطار زافنتام، وتم التعرف إليه من خلال بصماته. مولود في بروكسل في 3 أكتوبر عام 1986 ويحمل الجنسية البلجيكية. أما منفذ اعتداء محطة مالبك للمترو فهو خالد البكراوي شقيق إبراهيم المولود في بروكسل في 12 من يناير عام 1989 ويحمل الجنسية البلجيكية. وأضاف المدعي الاتحادي أنه لم يتم بعد تحديد هوية الشخصين الآخرين اللذين رصدتهما كاميرات المراقبة مع إبراهيم، لينفي ما كانت التقارير الأولية قد تحدثت عنه، أن الأشخاص الثلاثة في الصورة هم إبراهيم وشقيقه خالد ونجم العشراوي الذي لا تزال الشرطة تلاحقه. ونتيجة بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة أقل الإرهابيين إلى المطار، كشفت التحقيقات أن لديهما سوابق قضائية خطيرة ولكن غير مرتبطة بالإرهاب. كما عثرت الشرطة بعد مداهمة وتطويق لحي شاربك على قنبلة أخرى وراية داعش ومواد كيميائية تستخدم في صنع عبوات ناسفة. المدعي الاتحادي أضاف أن إبراهيم البكراوي ترك وصيته في جهاز كمبيوتر ملقا بسلة مهملات قرب مكان اختبائهم قبيل الجريمة، والتي قال فيها إنه لم يعد يعرف ما ينبغي فعله لأنه ملاحق في كل مكان ولم يعد يشعر بالأمان. وقال إبراهيم: إذا بقيت أتنقل بين الأماكن فسأواجه خطر أن ينتهي بي الأمر لمزاملة الشخص الموجود في الزنزانة، في إشارة واضحة لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس والذي اعتقل يوم الجمعة. كما كشفت التحقيقات أن خالد استخدم اسما مستعارا لاستئجار شقة في حي فورست بالعاصمة البلجيكية، حيث قتلت الشرطة مسلحا خلال مطاردة عبد السلام. ويعتقد أيضا أنه استأجر منزلا جنوب بلجيكا استخدمت في شن هجمات باريس. يأتي ذلك بينما بدأت الحياة تعود لطبيعتها بخجل في بروكسل عاصمة القارة الأوروبية ككل بسبب أكثر الهجمات دموية في تاريخها، الأمر الذي جدد الجدل بشأن القصور في التعاون الأمني الأوروبي.